من رائد الفضاء للقيادة. من رائد الفضاء للقيادة، هل تسمعني؟ اسمعك بوضوح. وصلت للقمر؟ تقريبا كده. الحمد لله. تقريبا كده؟ هو ايه اللي تقريبا كده؟ تقول اني رايح القمر ولقيت صحراء كبيرة وفوهات براكين. ايوه مظبوط. لقيت نفسي في غابة وشجر وفي بقر ماشي قدامي. هو انتوا متأكدين ان انتوا بعتوني للقمر مش للشرقية؟ يا ابني هو احنا بعتينك في تمنية؟ ده مكوك فضاء. والنعمة في حاجات غير اللي شفتها في الصور. ايه ده؟ ايه ده؟ في حاجة جاية بتجري ناحيتي. الحقوني! يا عماد، يا عماد، يا عماد، يا عماد. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. كلوا عجل قمر. هو ايه اللي على وزن قارة؟ خير بشارة يا عبيط، الناس ما بيهمهاش حاجة غير المظاهر. ليه؟ عشان انا مش محرطيش؟ هو انا اللي مش قاعد وهتلفظ بتوع غيري. روح. وصلت للقمر؟ تقريبا كده. تقريبا كده. وفي كاتب اسمه ويليام شكسبير. ها؟ عايز اعمل جديد. بابا مع كتبي على السفرة. تيجي انت مش مرتبط اصلا. فيها مكان على الطريق، وانا ايه اللي مقعدني معاك؟ فكرتني بالهم يا اخي. انا ماشي. النهاية. أخيرا خلصت الرواية اللي هاخد بيها جايزة نوبل. اهلا وسهلا بيكم بمختصر مفيد. هربرت جورج ويلز كاتب من اول كتاب الخيال العلمي المشهورين في العالم باعمال خالده زي آلة الزمن، حرب العوالم بتاع توم كروز، والراجل الخفي اللي يضحك اصلا انه كان طالب فاشل وموظف فاشل وزوج فاشل ومريض وهزيل وفي كل عبر الدنيا. ولما قرر ينفصل عن مراته ويستقيل من شغله ويكمل الدراسه من بيت، صحته ردت وقرر يكتب، وبقى كاتب وصحفي وزوج لزوجه تانية ناجح، وكانه مثال حي على الفرصه التانية ومطارده شغفه. وهنا هنحكي قصة أول رواية خيال علمي كتبها، أول رجال على سطح القمر. بنبدأ بمستر بيدفورد بيكتب قصة إزاي بقى غني، وعن الأحداث اللي محدش عمره هيصدقها عن رحلته في كرة إزاز لسطح القمر. بيكتب إزاي قابل مستر كافور. هو كان قاعد بيشتغل عشان يكتب مسرحية، وبيقطع تركيزه كل يوم واحد بيعمل حركات كوميدية، كل يوم في نفس الوقت قدام شباكه في الجنينة بيعمل نفس الحركات. 13 يوم مش عارف يركز بسبب اللي بيعمله. بينزل يسأله بقى، هو إيه اللي أنت بتعمله ده يا أستاذ؟ بيكلمه وبيرد عليه وبيقول له انه عالم وبس، وان اللي بيعمله ده جزء من الروتين اليومي بتاعه. بيطلب منه ان هو يغيره ويروح يعمله في حته تانية علشان يركز هو كمان، وبيحكي له هو بيعمل ايه. بيقول له انه ممكن يسمعه وهو بيتكلم في حاجات علميه، وخصوصا لو هو مش فاهمها، احسن من اللي هو بيعمله قدام شباكه ده. بيشكره، وبعد فتره من لقاهم بيعزمه يشوف هو بيعمل ايه. لما بيروح له بيعترف له ان هو بيحاول يخترع ماده ما تتاثرش باي طاقه مشعه ولا حتى بالجاذبيه. ساعتها بيدفورد قال له ازاي ممكن يستفيد منها، لان مستر كافور كان بيركز في العلم وبس، وانهم ممكن يبقوا اغنياء بسبب الماده دي، وهنسميها ماده الكافوريت. وبقى المساعد ليه في صنع الماده دي. صنع الماده لكنها فجرت الدنيا. ليه؟ بسبب انها معمولة على سطح مستوي، وفكر في استخدامها للسفر للفضاء. لما يحطها على شكل كرة ازاز يقدر يتحكم في تحركها عن طريق تحكمه في حركة مادة الكافوريت جوه الكورة، وصممها تشيل فردين بالمؤن بتاعتها وانابيب اكسجين واكل وكده يعني. وجهزوا نفسهم لرحلة القمر، ودخلوا الكورة وابتدوا رحلتهم لفوق. طبعا الستاير اللي كانت محطوطة عشان تتحكم في الكافوريت كانت بتمنع الرؤية، بس هم حسوا بانعدام الجاذبية. ولما فتح ستارة عشان يوجه الكورة ناحية القمر، شافوا القمر وشافوا الأرض من بعيد، وهبطوا على سطح القمر مع طلوع الشمس على سطح القمر. من تحت الكرة الإزاز شافوا جذور بتتفتح لنباتات بتغطي الأرض حواليهم. في حياة على القمر. خرجوا من الكرة الإزاز وابتدوا يكتشفوا القمر، والنباتات بتكبر وهم مسحولين وفي أكسجين. فجأة افتكروا إنهم ناسين حاجة، الكورة. يا نهار اسود، بدأوا يدوروا عليها وهم مش عارفين بسبب النمو النباتات دي، وسمعوا صوت دبدبة. ممكن يكون في عالم تحت القمر. استخبوا وسط الأشجار الكتير وبدأوا يزحفوا وهم بيدوروا على الكورة بتاعتهم، وسامعين أصوات حيوانات. شافوا عجول القمر، وشافوا كائن القمر اللي كان بيرعى العجول دي، وبيوصفوا بإنه قزم قوي وصغير،
واتفتحت حفره لكهوف جوه القمر بيعيشوا فيها. من الجوع والخوف بيقرروا ياكلوا من نباتات القمر، وبيخشوا في حاله هذيان وبيواجهوا كائنات القمر، لكن بيتسطلوا وبيغمى عليهم وبيفتحوا عينهم يلاقوا نفسهم مأسورين. قبضوا عليهم وربطوهم. دخلت مخلوقات القمر ومعاها اكل، طبعا الرجاله اكلت وخدوهم وهم مربوطين يمشوا قدامهم. العالم كان متحمس يشوف التكنولوجيا والآلة العظيمة اللي موجودة جوه القمر، بس الكاتب خايف، وفي لحظة بيفك السلاسل وبيضرب في الكائنات الصغيرة الضعيفة دي وبيهربوا يستخبوا، وبيكتشفوا ان السلاسل اللي هم مربوطين بيها دي مصنوعة من الذهب. فضلوا يضربوا في القمريين اللي جسمهم كان صغير جدا ورقيق، كل ده علشان يهربوا من الكهوف، لحد ما وصلوا لسطح القمر. وابتدوا يدوروا تاني على الكرة بتاعتهم، وده قبل ما يظهر ليل القمر البارد اللي هيستمر 14 يوم، وكمان قبل ما يلاقوهم اهل القمر. العالم كان متضايق ان الكاتب حل الموضوع بالعنف، كان نفسه يلاقي طريقة للتواصل معاهم. لو رجعوا واتعرف الموضوع الحكومات مش هتستنى وهتستعمر القمر، وهتموت حضارة قبل ما يعرفوا عنها اي حاجة. وفكروا ان هم يتفرقوا عشان يلاقوا الكرة بشكل اسرع، واتفقوا على اشارة لمكان يلتقوا فيه. بيلاقيها بيدفورد وبيدور على كافور، لكنه بيلاقي ورقة غرقانة دم كاتب فيها كافور انه اتصاب وانهم قربوا منه وهيقبضوا عليه. البرد بيقرب، فبيرجع بيدفورد للكرة وبيقفلها على نفسه وبيضغط على زرار الستاير، بيطير في الهواء وبيحاول يكتشف طريقة عشان يطير بالكورة، وبيفكر في نفس الوقت ايه اللي ممكن يكون حصل لكافور. ممكن يكونوا قتلوه. بيطير بالكورة ناحية الارض وبيقع على شاطئ انجلترا. بينقذوه شباب وبيساعدوه انه يقعد في الفندق، والسلاسل اللي كانت معاه واللي وزنها هنا اكتر بكتير مما كانت على القمر فضلت معاه. وشاف طفل صغير وهما واخدينه على الفندق رايح ناحية الكورة، ولانه كان تعبان حذره فقط ان هو ما يلمسش حاجة، لكن وهو بياكل وبيحكي حكايته العجيبة للشباب بيسمع اصوات طرقعة وبيجري ناحية مكان الكورة اللي بيلاقيها اختفت. الطفل اكيد لعب في الزراير واختفى مع الكورة، ومبقاش فيه اي امل انه يرجع القمر، لكنه بقى غني بسبب السلاسل اللي رجع بيها للارض، وكتب كل حاجة زي ما سمعناها في الحلقة دلوقتي في كتاب. جات له رسالة من واحد عمل مرصد للاشارات الكهربائية بان بتجيله رسائل من كافور من القمر، بيسافر ليه وبيكمل كتابة عن الرسائل اللي وصلت، لكن الاشارات كانت ضعيفة وكانت مشوشة علشان خاطر عقبال ما بتيجي من القمر، وهو مفيش امل انه يبعت له من الارض اي رسائل. بيحكي ان الرسائل بتقول ان السكان لقوا كافور وخدوه على مركز القمر. كافور بيقول ان سكان القمر شبه النمل جسديا واجتماعيا، وعين رئيس القمر 2 يراقبوه ويحاولوا يتعلموا لغته منه، وبداوا يتواصلوا ويتفاهموا بالتدريج، وان نظامهم الاجتماعي شبه النمل والنحل، كل واحد بيتولد ليه شغل محدد بينشأ عليه حسب شكل جسمه، وده لان وظائف جسمه بتشتغل ايه منها علشان تحقق الهدف اللي هو عايزه. مثلا راعي عجول القمر جسمه رفيع بس عضلات ايده قويه. مثال تاني، لو واحد بينفخ ناي مش باين منه وما بيستخدمش غير رئه، وهكذا. واتكلم كافور في رسائله عن مقابلته للقمر الاكبر، وازاي كان بيساله عن كل تفاصيل الارض، واستغرب ازاي ان احنا ما اكتشفناش غير قشره الارض وبنحارب بعض عليها، وساله ازاي جه هنا. وعرف كافور ان القمر الاكبر عارف بماده الكافوريت، لكن هي بالنسبه لهم نظريه عشان في مواد في تكوينها مش موجوده على القمر زي الهيليوم. بتتقطع اشارات الرسائل لكن بتوصل لهم الرساله الاخيره لكافور، بيقول فيها كنت مجنون اني قلت للقمر الاكبر كل حاجه، لو حد بيسمعني علشان تصنع ماده الكافوريت. انتهى الارسال. اكيد بيفكر الكاتب ان ممكن تكون الاشاره اتقطعت لان هم قتلوه او منعوه من انه يرسل حاجه للارض، لان القمر الاكبر عرف ان كافور هو الوحيد اللي يعرف سر تصنيع الكافوريت، وعلشان يقضي على التهديد ناحيه القمر اكيد لازم يقضي على كافور، لكن ما نعرفش ومحدش يعرف. بس كده. الروايه من اعظم روايات الخيال العلمي واتحققت بشكل او باخر في الواقع. سافرنا فعلا للقمر، طبعا ما لقيناش عجول القمر ولا حتى لقينا سكان قمر، لكننا بعتنا ناس لسطح القمر. يمكن تكون الروايه دي مسليه، وممكن نقول اننا بنشوف انها بتهاجم البشر وافكارهم الاستعماريه. فكروا فيها شويه، لو فعلا في حياه على سطح القمر هيعمل ايه البشر فيها؟ لو القمر صالح للحياه كان زمان ايه اللي هيحصل له مننا؟ ممكن اكون اللي بقوله ده فهم ازيد من اللازم للروايه، بس فعلا لقيت نفسي بسال سؤال ساله كافور لصاحبه لما نرجع ويعرفوا اللي شفناه هنا، ايه اللي هيحصل لسكان القمر؟ وهو ايه اللي حصل لسكان افريقيا وامريكا الاصليين؟ ولو فعلا القمر مليان ذهب جشعنا هيعمل فيه ايه؟ مش زي ما قربنا نخلص موارد الارض وبنتمنى نقدر نحافظ على اللي باقي من اللي افسدناه في الارض،
رواية اتكتبت سنة 1901. لكن لو جاوبنا على نفس الأسئلة دي في زمانها أو في زماننا ما أعتقدش إن الإجابة هتختلف كتير، وممكن تكون رواية مسلية من خيال كاتب سبقت الواقع، وكانت دليل على إن كل خيال علمي سبب في اكتشاف علمي، وأي رواية خيال علمي ممكن تكون سبب في أي اكتشاف علمي عدينا عليه أو هنعدي عليه. وربنا يستر عشان كل روايات الخيال العلمي دلوقتي نهايتها سود على البشر. حاولوا تقروها، ولو ما عرفتوش اديكوا خدتوا مختصر مفيد عنها، يمكن يساعدكم الفيديو ده في يوم من الايام انكم تقروها. واشوفكم قريب بالمختصر المفيد مع احمد حسن.